انتهت مباراة كلاسيكو بين فريق الرجاء الرياضي والجيش الملكي بالتعادل السلبي بدون أهداف برسم مباريات الجولة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية. وكانت المواجهة بين الفريقين متكافئة في الدقائق الأولى من المباراة، ومع بداية الشوط الثاني هدد الفريق العسكري مرمى النسور في أكثر من محاولة، غير أن التسرع وعدم التركيز حال دون تسجيل أي هدف. وحاول التونسي لسعد الشابي تصحيح الأوضاع قبل نهاية المباراة بإجراء مجموعة من التغييرات، غير أنها لم تشكل خطورة كبيرة. وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً بعدما قام الحكم بمراجعة مجموعة من الأخطاء عبر تقنية الفيديو، بعدما رفض الحكم هدف جيش الملكي عن طريق أنس باش. وبهذه النتيجة رفع كل من فريق الرجاء الرياضي والجيش الملكي رصيدهما إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني مؤقتاً، وراء المتصدر نهضة بركان ب6 نقاط. اجتماع عاجل يعقده جواد زيات رئيس النادي وأعضاء المكتب المديري لتحديد مصير المدرب التونسي وسط غضب جماهيري متصاعد من الأداء المحتشم الذي قدمه النسور في كلاسيكو. بعد التعادل السلبي المخيب أمام الجيش الملكي، يواجه المدرب التونسي لسعد الشابي أقصى امتحان له مع الرجاء، وأن هذا الاجتماع يمثل الإنذار الأخير للشابي وطاقمه الفني. الجماهير لم تعد صامتة واعتبرت الأداء أمام الجيش الملكي فشلاً ذريعاً. رغم استبعاد الإقالة الفورية في الوقت الحالي، أن أي إخفاق جديد أو استمرار التراجع في مستوى الفريق سيكون الإقالة الفورية. يقف التونسي لسعد الشابي أمام مفترق طرق، إما تصحيح المسار سريعاً واستعادة ثقة الجماهير، أو قد ينهي رحلته مع الرجاء قبل أن تكمل البطولة جولاتها. اتخذت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم مجموعة من القرارات التأديبية، وذلك على إثر الأخطاء التحكيمية التي طبعت أداء بعض الحكام مباريات الجولة الأولى والثانية من البطولة الوطنية الاحترافية. وأكدت الجامعة الملكية المغربية في بلاغ لها نشر عبر الموقع الرسمي للجامعة أنه على إثر الأخطاء التحكيمية التي طبعت أداء بعض حكام مباريات الجولة الأولى والثانية من البطولة الاحترافية والتي لم ترق إلى مستوى التطلعات، قررت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم اتخاذ مجموعة من القرارات التأديبية. مباراة الرجاء الرياضي ضد الجيش الملكي توقيف الحكم محسن السردي لمباراتين، وقررت اللجنة ذاتها توقيف الحكم المساعد بالفيديو ل3 مباريات. وتؤكد المديرية التقنية الوطنية للتحكيم أن هذه القرارات تندرج في إطار التزامها الراسخ بمواكبة متطلبات التنافسية الكروية على الصعيد الوطني. لتشجيعنا على مواصلة العمل وخلق أفكار إبداعية، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وترك تعليقاتكم على الفيديو لكي يوصلكم الجديد أولاً بأول.